مئة أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. قصة جديدة من لبنان، قصة خلاف بين ابن وأبيه. الابن إجا يعتذر بعد قطيعة دامت سنتين. نستقبل صاحب المبادرة علي زعيتر. علي كيفك حبيبي؟ اهلا وسهلا. اهلا بعلي، طمني عنك. الحمد لله والله تمام. اخبارك؟ الحمد لله. كيف المدام والله المدام الحمد لله مشكلة ماشي الامور يعني ماشي الحال يعني. علي صار في خلاف بينه وبين ابوه الشاعر المعروف حسني زعيتر، الاستاذ حسني زعيتر من لبنان وهو معروف بلبنان. كانت العلاقة كتير عظيمة بين العائلة كلها، أفراد العائلة هم 6 أبناء والأب والأم. إنما علي أحب فتاة يبدو إنه والده والوالدة ما كانوا راضيين عنها، مش حابين إنه يتزوجها، ولكن علي تزوجها رغم إرادة الأب، رغم ممانعته. فغضب الأب، غضب، ما عاد حكي مع علي، قاطعه لعلي. وعلي صار أب، صار يعرف شو معنى الأبوة، شو معنى مشاعر الأب تجاه أبنائه. قرر يجي على هالبرنامج حتى يطلب السماح من الوالد، لأنه سنتين هو يحاول أنه يصالحه والوالد رافض. فإن شاء الله علي نقدر نرقق له قلبه للوالد شوي، وما بعتقد أنه في أب هالقد بيغضب على بيه. إن شاء الله يا رب، أنا بتمنى هالشيء. ايه. أنا عشان هيك جيت لعندك، وأنا يعني عندي أمل كبير إن شاء الله، أمل يعني إن شاء الله يعني أكثر من أنه يعني أكثر من تصور. إن شاء الله بإذن الله هيك على يديتك أستاذ جورج، على يديت هالبرنامج الكريم إن شاء الله. مسامح كريم هيك يسامحني ويرضى علي. شو بدك تقول له؟ قل له يعني مثلا حضر حالك من هلا، قل لي شو بدك تقول له. بيي يمكن أنا غلطت، يمكن أنت مش موافق، يمكن أنت أخذت هيك بعض للقصة، بعض عائلي، بعض عشائري قيم، يعني كونه أنت صاحب مركز بالمجتمع عندك، بالأدب وبالثقافة، شاعر كبير، كلمتك ما بتصير اثنين حتى بالعائلة عنا. طيب وزوجتك من وين؟ زوجتي من سلطنة عمان، من الخليج. من عمان هي؟ أيوة. عمانية أصلا، عمان، من عمان؟ أيوة صحيح. وين تعرفت عليها؟ هي أساس المشكلة. ايه. أساس المشكلة هي أصل المعرفة. ايه كيف؟ أنا تعرفت عليها على الإنترنت، على الفيسبوك، مع مركز التواصل الاجتماعي. فأنا كسرت هالتقاليد كلها وهالعرف كلها. حبيتها لهالبنت؟ أكيد، أنا أكيد حبيتها وبعدني بحبها وبعشقها، ولأنه حقيقة أنه أثبتت لي أنه هي تنحب، هي عن جد أصل الحب يعني. وانا بتمنى من اهلي، هلا بتمنى من والدي. طيب هلا بتمنى له، بس قل لي شغله، هن قبل ما تعرفوا عليها؟ لا. وبعد الى الان لا. ما تعرفوا عليها؟ انا وقت تعرفت عليها، بتعرف سنة ونص انا وياها على التواصل وهيك، لمست منها انه الصدق، لمست الاخلاص. يعني مش مساله بس انه احكي معه وتحكي معي او شيء، لا، لمست منها حسيا، يعني لو ما كانت بعيده عني بس كانت بقلبي طول الوقت، لمست منها الصدق. هو اهم شيء الصدق. بتعرف شو عندكم اولاد هلا؟ أنا عندي صبي عمره 6 أشهر. صبي 6 أشهر صحيح. شو سميته؟ أنا سميته حسين. حسين صحيح. كل هالغرام كله ما كنتوا شايفين بعض شخصيا؟ لا، ولا بس على الانترنت؟ أيوة، كان أول لقاء هو اللقاء الزواج بيناتنا بلبنان، هو أول لقاء. كيف؟ ما معقول. قلت لها أنا واثقة فيه، يعني في ثقة، يعني هاي الثقة أصل كل شيء، كمان مع الصدق والإخلاص وإلى ما هنالك. فقلت لها ليكي، هي بفويات جامعة، يعني سكن طالبات، في مسافة 4 ساعات ونص بين كلية الطب عندهم وبين منطقتهم هم. نعم. فأنا استخدمت هالفرصة هيدي، إنه طيب أنا عندي حل. قلت شو هو؟ قلت لها بتعملي، أنا رح أعمل شغل معي، ببعث لك من هون حق التيكت والفيزا وإلى ما هنالك، نهار اللي لازم تنتقل بالكلية على البيت، راحت على الطيارة. أنا راحت على الطيارة، كنت قطع التيكت، كانت قطع، وحضرتك ناطرة بمطار بيروت؟ كنت أنا ناطرة بمطار بيروت. وصلت وجيت. ما تفاجأت؟ لا، لأنه أنا كنت واثق فيها أنها رح تجي. طيب. وإجت الحمد لله. أول شغلة عملتها إنه خبرت أهلي، الماما، إخواتي الشباب، إخواتي البنات، إنه هذا حقق شيء، إنه انبسطوا لي. إيه. بس والدي، هون وقعت المشكلة مع والدي.
شو هالحكي انه ابنه هيك يجي؟ قال شو؟ قال اكيد بلشت ماما واخواتي هيك نعوا شوي انه هي جاي زياره يومين وكذا. طب اهلا قال ايه ما علم اهلا اول كم يوم شافها، اول 3 ايام شافها قاعده وقت جبتها على البيت؟ ايه. قال طيب اهلا وسهلا فيك من بعد ما تحجز ما حجزتي اوتيل كذا؟ قال لا انا علي لانه ثقتي بعلي هو قال لي انه بتيجي لهون انا بستضيفك ببيتي وهيك ولا بينا استضفتها بالبيت؟ ايوه. اوف. بس هلا بيك هلا تجوزت انت وياه. ايوه. بيك ما تقبل هالشيء نهائيا نهائيا وقاطعك وغضب عليك إيه؟ ولا بيحكيك إيه؟ ولا بتشوفه ولا بيقبل. طيب هلا كيف بدنا نعمل نحن وياه؟ يعني هذا هو انا بس ناوي اقول له لبي. هلا بنشوف شو بدك تقول له. فكر بدك تقول له ايه. نحن بعتنا الدعوه للوالد، خلينا نشوف اذا تسلم الدعوه. نحن هلا وصلنا على منطقه المريجه، رح نروح لعند حسني زعيتر كرمال نعطيه الدعوه. نحن هلا وصلنا لعند حسني زعيتر وطالعين نعطيه الدعوه. مرحبا. حسني زعيتر؟ نعم. حضرتك معروف باسم ابو محمد ما هيك؟ نعم انا ابو محمد. وبتكتب الشعر؟ نعم انا شيخ. الاستاذ جورج قرداحي حابب يدعيك على البرنامج لعنده، شو رايك؟ الاستاذ جورج زلمه كثير محبوب لدينا وبيشرفنا انه نتقبل دعوته. تفضل هالدعوه لك. نحن رح ننتظر حضرتك بالبرنامج وفريق الاعداد رح يرجع يتصل فيك كرمال يعطيك كل التفاصيل. ميرسي. بدي أشكر الأستاذ حسني شاعرنا الكبير على قبول هذه الدعوة، والأستاذ حسني موجود بالخارج. إنما بدي أخبركم القصة بالمختصر الشديد، إنه علي ابنه تزوج فتاة ما كان راضي عنها الأستاذ حسني، بس زعل وغضب عليه وصار في قطيعة عمرها 2 سنين. جاي علي الآن إلى الاستوديو، طبعا جاي معه زوجته كمان جالسة هناك، زوجته من سلطنة عمان. رح نشوف بعدين إذا بنعرفها على الوالد بيستقبلهم كلهم سوا إذا فتح الستار. فإذا جاي علي يعتذر من بيو، يقدم له كل الحب لبيو، ويقول له إنه صار في عنده ولد وصار يعرف قيمة الأبوة، ويطلب من أبوه إنه يسامحه. أنا الآن بدي نادي على السيد حسني. اهلا بشيخ آل زعيتر. هلا ابو محمد، يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل 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 تفضل. وانت كمان عزيز علينا وغالي. الله يخلينا اياك. يا اهلا وسهلا فيك. تهين. والامور كلها بخير؟ كلها بخير. كيف الشعر معك؟ في شيء دواوين جديده؟ كله ايه نعم. بتريد هيك في شيء قليل؟ يا ريت والله، يا ريت يا ريت. خليك قاعد بس. بس عملتها على الطريقه الصوفيه. حلو. ايه تفضل. عشقت عذراء والقلب أمسى متيما حائرا ما بين الحارسان مصداحا. أحدو للضحى وقد غدا طاويا من العمر 6 عقود صحاحا. أوه أم أشيد بالزهرين زوالا وعصرا وبشرى الآصال للغروب رواحا. الغروب التي يغرب ولا يعود، ولكن الغروب له كرة. نعم حلو. فيا سرمد الليل لكأت بك سادلا أبكي الدهر سحرا حزنا ونواحا. رأف الليل لحالي فبكى مواسيا وإذا بالدجى ينيره مصباحا. حلو 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 حلو.
يسلم تمك، يسلم تمك يا أبو محمد. الله يخلينا إياه. أبو محمد، الحقيقة هذا البرنامج مش برنامج شعر. نعم. بس أنت أتحفتنا الله يخليك بهذه القصيدة الجميلة. الله يخلينا إياه. هذا البرنامج برنامج يعني تطغى عليه العاطفة أكثر. وأنا مش صاحب الدعوة. صاحب الدعوة أكيد شخص بتعرفه. إن شاء الله. ومن خلالي أنا دعاك إلى هذا البرنامج. أنت ضيفي، بس صاحب الدعوة إنسان آخر. تحب تعرف مين؟ إن شاء الله. طلع بهالشاشة لنشوف. لا حول ولا قوة. أزعجتك شيء ما بصر. لا تواخذني، بس خلينا سوا. بعت لك رسالة قبل ما يحكي ولا كلمة. بعت لك رسالة معي، بدي أقرأ لك إياها. الله يخلينا إياه. ولغته العربية يبدو أخذها من والده. الله يخلينا إياه. يعني كتبها وطبعها. بيقول لك: أبي الحبيب، اشتقت إليك يا أبي، يا أغلى ما في حياتي. حتى لو لم تكن تشعر بذلك فأنت فعلا أغلى ما في حياتي أيها الحبيب. الله يخلينا إياه. هناك أشياء لا يكون بمقدورنا أن نتحكم بها، ولعلك تعرف ذلك أكثر مني. ومن هذه الأشياء قلوبنا. فأنا يا أبي أحببت ومشيت وراء قلبي، وتزوجت على سنة الله ورسوله، ولم أفعل شيئا حراما، وكنت أود لو أنك وافقت على زواجي، لكنك للأسف لم توافق. يا أبي الحبيب، أنا أعرف أنني أخطأت بمعارضتي لك، لكنه قلبي يا أبي الذي لم يكن يرضيك أبدا أن يكسر أو يموت. وها أنا تزوجت وأنجبت حفيدك الذي أتمنى أن يتربى في حضنك. أبي الغالي، أنا آسف على زواجي دون رغبتك، لكن الآن هناك طفل وهناك زوجة حين ستتعرف عليها عن قرب ستحبها وكأنها ابنتك. وهناك ابنك الذي يحدثك الآن والذي لا يريد أن يموت أو يحدث له مكروه وأنت غاضب عليه. عفى الله عما سلف يا أبي، ولنبدأ صفحة جديدة بأن أقبل يدك وقدمك لو أردت، لتعرف كم أنك غال عندي. الله يخلينا إياك. الاعتذار إليك وطلب رضاك حتى لو كان ذلك على التلفزيون. أنا آسف يا أبي، ولتأخذني في حضنك ولنعد للعيش سويا كما كنا، ولتساعدني في تربية حفيدك الذي أريد أن يكون معك دائما وأن يكون مثلك، والمسامح كريم. الله يخلينا إياك يا أستاذ جورج. والله أنا مش ضد إنه ابني يتزوج من اللي بيحبها واللي هي بتحبه. أنا كل اللي خلاني يعني أنفر منه، أولا هو كان المستشار تبعي بكل شيء. إذا بالنسبة لأخته أي مشروع فهو المستشار، وأنا ربيتهم على طريقة بيعتهم عن كل شيء عشائري أبدا. أخذت من العشير اللي هو صالح ولبست الآخر كله. نعم. هاي كانت النتيجة. أيوة. لا. فهوني أنا ولا ضد العلم ولا ضد العلم، أنا مؤيد للعلم طبعا، ولكن العلم مثلا أعطانا إذا هذه الامرأة اللي هلا صارت زوجته وصارت كنتي لا محال، كنتك صارت. أيوة. لا محال. بينما مثلا هيدي هل والدها كمان وافق؟ هل مثلا نحن خاصة الشعب العربي كليته لو مهما انه يتغير بالعادات ما بيروح 10% او 20%. صحيح. بالنسبة
بالنسبة له لعاداتنا كلنا بنتلاقى سوا. طيب أنا ما برضى بنتي تتزوج بهيدي الطريقة. طيب وأهلها طبعا بيكونوا ما بيرضوا لهيدي الطريقة. فإذا لو كان مثلا صبر، من الممكن انه نسافر انا وياه لعندها بهذه طريقه الواتساب كذا. بيصير يعني هذا زواج بالكمبيوتر. هذا مرة على الانترنت مسلسل خليجي من زمان. زواج بالكمبيوتر. فالزواج بالكمبيوتر يعني انا ضد الطريقه. نعم بعرف الطريقه. فهذا اللي فاجأني انه اللي انا مثلا زرعت المبادئ فيه. هلا مش قلت لك يعني ما هي المبادئ ولاني اني انا من الناس اللي لازم طيلعهم مثلي انا. كله كان الامر شوره من وقت اللي كانوا بال 14 12 يعني عندما وعوا وصار برافو عليك. فكان الامر بين نعم الاب ونعم التربيه والله. ايوه نعم. فاذا وهو اللي اكثر شيء انا منه لاجل وعيه وطريقه. يا سيدي هيدي عرفناها. بس يا ابو محمد هي صارت من الماضي مزبوط. هلا اني اجى علي بده يقول لك كلمتين خلينا نسمعه. علي شو كنت عم تقول لي قبل؟ شو وقت تقول له الوالد؟ شو؟ انا غلطت. ما في واحد ما بيغلط. يمكن غلطت بالمبدا. ايه صحيح صرفت. كان الشاور الاول والقرار الاول بايدي انا. يمكن طلعت عنك بهالامر هيدا. بس انا بتمنى انك تسامحني يا بي. بتمنى لانه انا والله العظيم يعني حتى من خبروك انا كل شيء كان شرعي. يعني ما عملت شيء غلط. مثل ما انت ربيتني انا عملت. ما صرفت والله العظيم. حتى ما نظرت لأميرة مرتي ما نظرت لها نظرة حرام بدون ما. كله كان مثل ما انت ربيتني. كله بالشاور. كله رسمي. كله شرعي. انا ما لمسها. حتى ما سلمت عليها بالايد قبل ما حتى اكتب الكتاب عند المحكمة. يا بي انا ما رحت جبت شيخ او جبت زواج عرفي او شيء. انا رحت على المحكمة العليا. المحكمة الشرعية العليا. يعني حتى تكون انت رضيان علي. حتى ما تغضب هالغضب رباني علي. وانت بتعرف غضبك غضب الاب من غضب الرب. فانا بدي اياك تسامحني من كل قلبك. بدي اياك نرجع مثل الاول. نرجع وقت كنا نروح نصيد نروح ننبسط نروح على البقاع. نروح بين ربعنا على الافراح سوا على كل شيء سوا. ارجع انا مستشارك الشخصي. ارجع انا ابنك اللي بتحبني. لانه انا بالفعل ندمان. ما في واحد الا ما بيندم. ما في واحد الا ما بيتخذ قرار من راسه بيوصل لمرحله بيعرف شو هو قيمه اهله قيمه بيه قيمه امه حتى. فانا هلا صرت اب يا ابي مثل ما انت ربيتني انا رح ربي ابني. يمكن انا يعني مش عارف شو بدي اقول لك. ما بدي كمان ابني يصير يعمل فيه مثل ما انا عملت فيك. عشان هيك انا جاي اعتذر لك من كل قلبي. بتمنى من كل قلبي انك تسامحني من كل قلبك. يعني انا ما خليت طريقه وانت بتعرف. انت يمكن اخذها. يمكن انت قلت بترضى يمكن ترضاها انه كونه انا ابنك. بس انت عم بتفكر بانه بيت عمي وهيك. مش غلط انك تفكر فيهم. بس كمان فصالحني لنصالحهم. صالحني لنرجع نحط انا وياك سوا. برافو عليك. انا وياك سوا لعندهم. هلا اكيد اذا حضروا الحلقه رح يعرفوك انه انا مش بس انه يابا طرف واحد رضيان انك انت رضيان. خليني يعرفوا ان انت ما كنت رضيان علي. هلا جاي لصالحك لروح حط ايدي بايدك ونروح لعند بيت عمي ونصلحهم سوا. ايدي لحالي ما بتكفي. لانه انا ما قادر اعمل شيء من دون يعني هاي المرحله اللي انا مرقت فيها. الواحد بيوصل لمرحله لازم وجود الاب. لازم وجود الاهل. وانا هذا يعني مهما كبرت انا بضلني ابنك. بضلني بيقولوا لك كيف اولادك مش كيف شبابك او كيف. فانا مهما كبرت بضلني صغير بعينها. وانا بعرف هالشيء. بس بدي اياك انا احط ايدي بايدك وانت الكبير وانت اللي بتقرر وانت كذا. وانا بدي اياك نروح كمان نتسامح. طيب. من بيت عمي. طيب. سامحني يا بي امانه سامحني. طيب يا علي. يعني اجى علي وقدام الملايين واجى يقول قدام اهل عمان واهل لبنان والعالم العربي كله جاي يقول لك يا بي سامحني. صحيح انه خرج عن التقاليد شوي بس بحبها لهالبنت. تزوجها على سنة الله ورسوله. وبعدين جابوا ولد وحابك انك تربي هالولد هذا اللي كسر لي. طيب بدك تسامحه؟ انت على الاستاذ جورج يعني
وهالناس الطيبين يعني. يا ترى هلا مهما كون انا لا لا لا، الانسان كل انسان عاطفته ملكه يا ابو محمد. من رفع الجاهل، بس ما في شيء، نعم ما في شيء بيستاهل. رفع الجاهل اوادم ما هو منه. بس بدي اقول لك شيء، ما في شيء بيستاهل يعني. وخلاف والله مثل ما عم اقول لك، انا اللي اكثر شيء كسر لي انه كمان اهلها يا سيدي مثل ما قال ليك كلمته ذكيه، قال لك تتصالح انا وياك بالاول، بعدين بنشوف قصه اهلها بتعالجوها سوا. هلا حكيني بصراحه. نعم. انت بتصدق بحب على الانترنت والكمبيوتر؟ انا ما كنت صدق الا بس شفت علي. والله برافو، نجحت. ليش الصيغه هيدي؟ يعني هلا اتخذ العلم وسيله مثلا، اتخذ الحب العلم وسيله. هلا هو محروق ونحن عم نحكي، بدك تسامحه ولا لا؟ فقلنا بوجود الوجوه الطيبه بدي يعني لو مني انا يعني. لا سامحته على راسي. لا قل له سامحته على راسي. سامح الله يسامحك يا غالي. وانت صح. الله يخليك وياك. الله يخليك وياك. الله يكرم عمرك يا رجال. يعني قلت ده مثل واحد. كان بده يجيب لك الصبي معه، بس قال راح جيب المرة. جاب مرته. تفضلي يا أميرة، تعي سلمي على عمك. أنا شفتها بعرف. قال لك تفضلي. أميرة أنت بعد ما حكيتي، هلا هذا علي جنبك وهذا عمك جنبك، شو بدك تقولي للبابا بعمان، للوالد والوالده؟ أنا كمان مثل علي بعتذر من أهلي كلهم، من بيي، من أمي، من إخواتي. الله يخليكم لبعض. آمين. يلا بترجعوا سوا الله راضي. الله يخليك. وسلمونا أهل الباع كلهم. الله يخليك. يلا باي علي. شكرا يا حبيبي. شكرا يا ابو. شكرا يا عيوني. تفضلوا من هون. خذ بيا. يلا. ايه نعم، هيدي قصة فينا نقول حلوة ومؤثرة، وانتهت هيك بحب وبتضامن وبجمع للعائلة وللأسرة. الله يوفقهم جميعا. وإلى قصة أخرى من برنامج المسامح كريم.